أخطر لحظة في تربية ابنك مش أول يوم مدرسة، مش أول خناقة. أخطر لحظة هي أول مرة يبصلك في عينك ويسألك: أنا جيت إزاي؟ وقتها يا إما تبني جسر ثقة بينكو، يا إما تهديه بإيدك من غير ما تحسي. ردك مش بس هيجاوب على سؤال، ردك هيحدد هو هيسألك تاني ولا هيسأل جوجل. رد الفعل الغلط تقول: عيب، لما تكبر هتعرف، ربنا جابك، وتسكت. السؤال بيقف، بس فضول الطفل بيكبر. قصة حقيقية من العيادات النفسية. في إحدى الجلسات العلاجية طفل عنده 9 سنوات تم تحويله بسبب قلق وسلوكيات بحث مفرطة على الإنترنت. لما اتسأل بدأت تدور ليه. قال: سألت ماما أنا جيت إزاي، قالت لي ما تسألش الأسئلة دي. حسيت إن في حاجة كبيرة وأنا مش فاهمها. الطفل ما كانش عايز تفاصيل جنسية، كان عايز أمان، ورفض السؤال خلاه يدور لوحده ومن مصادر مش مناسبة لعمره. المشكلة مش في السؤال، المشكلة في إحساسه بعد إجابتك. طيب نرد إزاي؟ عملي جدا. أولاً اسأليه سؤال قبل ما تجاوبيه: أنت فاكر إيه؟ ده بيديكي مؤشر هو محتاج قد إيه من المعلومات. ثانياً إجابة مناسبة للعمر، من 3 إلى 5 سنوات. أنت كنت في بطن ماما في مكان خاص اسمه الرحم، وكبرت شوية شوية لحد ما جيت الدنيا. من 6 ل8 سنين ربنا خلق جسم ماما وبابا بطريقة تخليهم يقدروا يجيبوا طفل، جزء صغير من بابا وجزء صغير من ماما بيتجلعوا، والطفل يبدأ يكبر في بطن ماما. أكبر من 8 سنين إجابة أوضح عن اتحاد خلية من الأب وخلية من الأم بدون تفاصيل تفوق استيعابه. لو ما جاوبتيش حد تاني هيجاوب، بس مش بالحب ولا بالقيم اللي انت عايزاها. السؤال مهم جدا: هل لازم أقول الحقيقة كاملة؟ لا، لكن لازم أقول الحقيقة المناسبة لسنه، لأن الكذب بيكسر الثقة لما يكبر ويكتشف. نقطة حساسة، بعض الأمهات تخاف إن الإجابة تفتح باب أسئلة تانية. الحقيقة لو ما فتحتيش الباب هو هيفتحه بعيد عنك. كل سؤال محرج فرصة ذهبية تبني وعي صحي بدل ما تسيبيه يتبني بالغلط. لما يقول أنا جيت إزاي، قولي بهدوء: سؤال حلو قوي. ربنا خلق جسم ماما وبابا بطريقة تخليهم يجيبوا طفل، جزء صغير من بابا وجزء صغير من ماما اتجمعوا، وانت بدأت تكبر في بطني لحد ما بقيت جاهز تيجي الدنيا. وبعدين اسكتي، سيبيه يسأل تاني لو عايز. ليه ده مهم نفسياً؟ الأطفال اللي بياخدوا إجابات هادية وصادقة عندهم وعي جسدي صحي، أقل عرضة للاستغلال، بيجوا لأهلهم وقت الأزمات. اللي بيتكسفوا من السؤال بيتكسفوا يحكوا لما يحصل اعتداء. لو سأل عن الجزء الصغير من بابا وماما، أول قاعدة: ما تزوديش، ما تكدبيش، ما تخوفيش. اسأليه أولاً: أنت حابب تعرف أكتر إزاي؟ لو عمره 4 ل6 سنوات، الجزء الصغير من بابا اسمه حيوان منوي، والجزء الصغير من ماما اسمه بويضة. الاتنين لما يقابلوا بعض يبدأ طفل صغير جدا جدا يتكون في بطن ماما. لو 7 ل9 سنوات، جسم بابا بيطلع خلايا صغيرة اسمها حيوانات منوية، وجسم ماما بيطلع خلية اسمها بويضة. لما الحيوان المنوي يوصل للبويضة تبدأ خلية جديدة تتكون وتكبر شوية شوية لحد ما تبقى طفل. ولو سأل يوصل إزاي، الرد يكون هادي ومحترم: الجزء الصغير من بابا اسمه حيوان منوي، ومن ماما اسمه بويضة. لما الاتنين يقابلوا بعض يبدأ طفل صغير جدا يتكون، وده بيحصل بين المتجوزين بس. تحذير مهم: لو هو بيضغط في تفاصيل أكبر من سنه اسأليه بهدوء: مين قالك المعلومة دي؟ مش عشان تحققي، لكن عشان تفهمي مصدر فضوله.
قصة حقيقية من عيادة نفسية. طفل 8 سنين سأل أمه السؤال ده. الأم اتكسفت وقالت دي حاجات قذرة ما تتقالش. النتيجة، الطفل ربط بين جسده وبين القذارة. كبر وهو عنده إحساس بالذنب تجاه أي فضول جسدي طبيعي. في جلسة علاج بعد سنين، أول جملة قالها: أنا حاسس إن في حاجة غلط في جسمي. نقطة مهمة جداً، تسمية الأشياء بأسمائها العلمية بتقلل فضول مبالغ فيه، بتقلل احتمالية البحث من مصادر غلط، بتزرع وعي يحميه من الاستغلال. السؤال الحقيقي مش نقول كلمة حيوان منوي ولا لأ. السؤال الأعمق: أنت مرتاحة مع فكرة إن طفلك يعرف الحقيقة من عندك، ولا مرتاحة أكتر إنه يعرفها من حد تاني؟ قوليلي في التعليقات أصعب كلمة حسيتي إنها تقيلة على لسانك في الحوار ده كانت إيه؟